اللي متعاطفين مع نرجس أو عزيزة انتوا عندكم وجهة نظر. إذا كان إسلام اللي خطفته وتم اتهامه بقتلها وقعد في السجن بسببها وسنين مش عارف أمه مين ونفسه في حضنها، بيدعي لها نص، بيدعي لها ونص بيدعي عليها. ديت يعني بتقسم على نصين، نص بيدعي لها ونص بيدعي عليها. بيدعي عليها ده منطقي، النص اللي بيدعي لها ده ليه؟ علشان الحنية اللي شفتها منها في 11 سنة. بس أنا من ساعة ما ربنا خلقني وجيت على الدنيا وعرفت يعني إيه ناس وبني آدمين وتعامل وعيشة، ما بعرفش أنكر من حد. هي كانت حنينة عليا جدا، ربتني أحسن تربية، معايا ملابس أحسن، حتى أحسن لبس. كانت أم، يعني رغم إنها خطفاني بس كانت أم ليا من 11 سنة. يعني لما قالت لي أنا أم فاضلة ما كانتش كدابة. مربية فاضلة دي أول حاجة. علمت، كبرت، كدابة فيه من حقك تعملي ما كتبت. بعد كده بقى قلبت، معرفش إيه اللي قلبها عليا قلبت. انك عرفت انها مش امك. ماشي بس على فكره هي طول الوقت كان يهمها ان انت تفضل تحس ان هي امك، ان هي امك. ماشي، انا ما رفضتش، انا قلت لها قولي اهلي مين واول طلب هطلبه منه ان هم يسامحوك، وانا شخصيا هسامحك وكفاره عن ذنوبك وكفاره عن البلاوي اللي انت عملتيها. هتلاقي حد في اخرتك يعني يشفع لك حتى ولو بحسنه. فكنتش عارف امسك عليها كده. الصراحه تعبتني وحبستني. تفتكر هي حاسه بينا دلوقتي يا سيدي؟ بص بقى انت تعلمت تمام. بس يعني انت دلوقتي جاهز تدعي لها؟ انا طلبت من والدتي تدعي لها، انما انا حاليا دلوقتي لا. مش هنقرا عليها الفاتحه يعني؟ والله ربنا يرحمنا جميعا، ربنا يرحمنا جميعا. هي مشكلتها اللي مزعلني منها حاجه واحده، ان هي ماتت موته انا مش عارف الفاتحه هتوصل لها ولا لا. يعني حتى لو انا سمعتها اصل انت ميته كافيه، حتى لو قلت لك الفاتحه هتوصل لك ولا لا مش عارف، يعني مش عارف. هي حطت نفسها يعني في نهايه وحشه. انا ما كنتش احب ان هي تحط نفسها في النهايه. يا ريت انا قتلتها بجد، والله يا ريت انا اللي قتلتها وكانت ماتت على جنب. انت فاكر الايام اللي خدوك اتهموك ان انت اللي قتلتها؟ فاكر الايام دي؟ دي هي بتتنسي. انا قعدت 64 يوم في الحبس بسبب عزيز. بعديها احنا رحنا قعدنا ندور على الشهود لغايه ما لقينا الاطفال. الطفل عبد الله اللي صورت معايا، رحت صورت عندي في الشقه. فاكر؟ انت تعبت معايا جامد بصراحه. لا ربنا يبارك فيك. وبعدين تحرجني من اللحظه ان انا اصور اول حضن بينك وبين امك؟ لا، ما مين قال كده؟ مين قال ان انا اوثق كده؟ بالعكس. قلت لي ان في حد صور اللقطه دي. ده اختي. فين موبايل كده، موبايل صورتها. خدمنا ان عزيزه لقيناها عايشه ووقفت تتكلم معانا. ده اللي خدمنا. ما انا فاهم، بس برضه هي ما نطقتش. يعني هي ماشي، هي حتى لو ما نطقتش بس خلت الناس تنتبه للقصه. لا، وخلت والدتي شافتها. خلي بالظبط. بالك اللي لفت نظر والدتي اللي هي عزيزه. بالظبط. هي لما شافتها قالت انا شفتها في المستشفى وساعة ما كنت بولد. كان اخواته داروا عليها، مصطفى ومحمد وحسين داروا عليها وبداوا يتواصلوا معانا من وراها لان هي تعبانه عندها ضغط وعندها. ولولا البرنامج بتاع حضرتك انا ما كنتش شفت ابني ولا لقيته ولا كنت عرفت ان ليا ابن اساسا. بسبب مجموعة الحلقات دي أطفال كتير رجعت لأهاليها تاني. أطفال عزيزة كانت خطفهم وأطفال تانية كانوا ضايعين اتشجعوا إن هم يطلعوا ويدوروا على أهاليهم عن طريق الكاميرا والإعلام والسوشيال ميديا. مفاجأة بكرة وعيدية العيد مني ماتيريال دورت عليها في الهاردات بتاعتي لقيتها ما اتذاعتش. رحلتي مع إسلام لإسكندرية وهو بيدور على أمه وأخوه التوأم. دكتور دول يا جدعان عندهم والنبي اتصور بالحضن ده، والنبي صوره فوتوغرافيه.